السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم اليوم في برنامجكم سهرتي معكم في حلقة جديدة وحلقة مميزة. وكالعادة هذه الحلقة برعاية استوديوهات أنغام للتصوير، وحتجي تتصور وتاخذ صورك معك. أيضا يعني نرحب بالناس اللي أول مرة إنه يشاهدوا هذه الحلقة. بنقول لكم ما تبخلوا بالحاجات اللي عندكم، اللايك والشير والحاجات السمحة عشان الحلقة دي تنتشر ويعني يعم الجمال والفن في مدينة كاس. أنا بحييكم في هذه الحلقة، ونلتقي اليوم بالفنان الجميل، واحد من الأصوات الجميلة جدا، يعني فجأة كده ظهر للشباب وبقى فنان كبير جدا، الفنان عبد المعيز إسماعيل بن قوسين كده استرليني. السلام عليكم. أستاذ سودي. عليكم السلام. لك التحية والتقدير، وممتن كل الامتنان تستضيفونا في البرنامج الظريف ده. نعم. وبتمنى ان الحلقة تكون ممتعة وتنال الناس يعني. أنا أحييك، ويمكن دي الحلقة الثانية أجريها معك. أيوة. وبصحبة الموسيقار الجميل أيمن كولا، أو بين قوسين قديم كده أيمن الرب. أيمن حبابك. تسلم الله، الحمد لله. يديك العافية، وإن شاء الله كده نستمتع بنغمات جميلة بحضوركم. أول حاجة يعني حوارنا زمان معك قبل سنة ولا سنتين تقريبا، عرفنا البدايات بتاعتك، بديت تعمل طابور الصباح بهنا خطوة خطوتين لحد ما ظهرت وبقيت فنان كده فجأة كده الشباب. دارينك يعني تحكي لنا يعني ظهورك وانت فنان في وسط الشباب في الجامعة فجأة كده. والله هي كانت صدفة أقول لك. نعم. فما كل الناس بتعرفني إنه أنا كان قاعد أغني يعني. كويس. ففي الجامعة دايما شنو بكون في صاحبك اللي زي شنطتك ولا زي الكرة يعني، اللهم دايما معاك كده صح؟ ايوه. نعم. فده مهند ادم عبد المجيد برسل له التحية والتقدير من هنا. نعم. فزول دايما يعني شنو كان هو بيشجعني الحاجات دي، انت فاهم؟ يعني بيقول لي يعني لازم تسهر في الجامعة، بس السكتشات دي ما بتحلك يعني. فالجامعة دي كان ما فيها فنان الفترة دي. فخلاص يعني بس لقيت كان ناس ايمن ديل وذاته بقرا معانا في نفس الجامعة، كان عندهم برنامج كده بتاعت يعني تكريم. خلاص والساحة كانت فاضية، فجيت يعني شنو بس اصلا ما كنت جاهز، لكن خشيت غنيت، ومن اليوم ديك الجامعة كله قاعدة تحت باسمي. طيب معناته بنقول ان الجامعة يعني فضاء يعني مفتوح للابداع اصلا. يعني انت اي حاجة دار تبدع فيها في الجامعة، اذا كان دار تغني، دار تمثل، دار تلعب كورة، رسام، اي حاجة بتبدع. بعدين الشيء الغريب انه ايمن ده برضه معاك يعني من كاس، مش معاك لحد الجامعة. شفت ليه لحد هناك قاعد معي. انا بحيي ايمن يا اخي. طيب يعني تتذكر اول اغنيه كان غنيتها شنو؟ هناك في الجامعه هنا. الصدفه دي اي كانت حبيبي ما غلطان، انا غلطان الظروف والناس، القصد التقيف ضدنا. حبيبي ما كنت مشوقش، لكن الاغنيه سمحه يعني. ده كان درس السؤال ده ذاته. لا الاغنيه بس سمحه. طيب معناته يعني في نفس اللحظه كان كونت لك جمهور صغير كده. ايوه. وكان ردة الجمهور بعد الاغنيه كده انتهت او بعد الحفل انتهى؟ شفتها بعد يعني مثلا البرنامج اللي كان صدفه، اصلا انا ما كنت خدت حسابه ده. بعده باسبوع كان عندنا تراديشن. كويس. طوالي شنو اتصلوا لي من مكتب الاشراف الاكاديمي ونزلوا صورتي في البوستر، فلقيت نفسي انه مثلا يعني من اول الناس شنو يعني كده في التراديشن، يعني جاهز جاهز. قبول من الله يعني، النت قدبت الله قالوا لي اقول. طيب انا احييك اول حاجه، وبنحيي الناس اللي بيشاهدونا، ودايرينك تسمعنا في بدايه الحوار ده اغنيه جميله، وتدينا انه الكلمات دي جات من وين، او الاغنيه اللي تقدر تقدمها من حق منو اصلا؟ اصلا الاغنيه دي خنوها ناس نيالا. كويس. ما اتغنت في مكان تاني غير نيالا، وهي اغنيه اسمها رايك شنو للفنان عطف الجر. معناته نمشي نسمع رايك شنو ونجي راجعين ناس نيالا.
وصلوا بي الناس تعيش وصلوا بي الناس تعيش وصلوا بي أنا عمري دايما كل وصل طيب انا حييك برجع لايمن. ايمن الاسترليني عندك معاه يعني مين بدا تاتي انت معاه مشيت الجامعه انت برضه مواصل معاه. رايك شنو في الثنائيه الجميله دي؟ والله أقول للمرة الثانية تحية مسائية كده للجميع وللجمهور عموما. استرليني طبعا هو درع رامي في المزيكا، دائما كان بيجيني يعني يبغى يشيل حاجة مثلا يعني يضيف لنفسه يعني وزول صحيح حقيقة هو يعني صابر وجاهد لحد ما حس بالمرحلة يعني شوية كده هو تعتع كده وبعد كويس شديد يعني. طيب تجربتك معه في الجامعة؟ تجربتي معه في الجامعة يلا هو كان عنده شوية خجل كده يرفع خجل يعني زول خجول ده أول مرة طبعا يعني زول خجول كده لا أنا صراحة كده نعم الزول ده خجول بالمناسبة هو إنه يمسك مايك مثلا طبعا الجامعة بيكون في ناس كتار كده بنات وحاجات فهو بخاف من الحاجة دي شوية كده هو خجل أنا ما أعرف فالناس كان عنده فرق زي كان شوية كده بيتفروه بالله صوتك جميل أول مرة كان زي ما هو اسمه بتاعنا كان متصحين من برنامج كده وهو طلع قلت له حسن اشتغل بس ما اشتغل ما بزول كان ده اشتغل هو طبعا اشتغل يعني عادي وكان ثابت؟ كان ثابت؟ والله حاجة البداية كده قبل الأول قبل الثاني كان ما زين يعني لكن قبل الثالث قبل كده كان كويس ما دائما البدايات دائما صعبة يا جماعة سلام. طيب عندك سؤال للشاب ده؟ والله سؤالي أنا ما أعترف أنا سامع من شوية ناس كده إنه أنت عندك فشل عاطفي. فشل عاطفي؟ أيوة. لا حول ولا قوة. فشل عاطفي ده يحلوها كيف دي؟ فشل عاطفي جاب للزول ولا فشل كلوي ولا فشل عاطفي كيف يعني؟ فشل عاطفي انك مشاكل عاطفية؟ أيوة. عنده مشاكل عاطفية. اهي مشاكل الحب والكلام ده؟ ايوه الحب ليه بعيد ليه الحب ده؟ والله يا كله جمال وحاجات جميلة. انا انسان انا شنو كنت بحب امي جدا يعني عرفتها بالله ف يعني شنو الطبيعي انه اكون فاشل عاطفيا وبعدين اي حاجه ذاته شنو بتدخلنا مع الله في الشك ده الله يفشلني فيه والله. لا الحب ما يعني ما حاجه شينه ما هو شنو لكن الحاجات اللي بعدها ممكن تلقاك عرض وينه الحاجات اللي ممكن تكون بعد الحب لكن الحب ما في شيء يعني ما في حاجه كعرض والله ما هو من في الحب حدود يعني في حدود انك تتجاوز المرحله دي. فانا انسان كتوم بس يعني ما فاشل عاطفيا لا كتوم. من الآخر الزول هو ما داير يقول بالي نفرق بين العلاقة فيه وأنا الحاجة يعني في حاجة أنت تقول لي والله هو جماعه لنا كلها خطالنا في طيب عشان افوت عليكم بالمفتوح نعم. انا انسان كتوم يعني عرفت بس يعني بحب انه اقتصر على خاطر العاطفيه يعني بخيل بالمختصر. ايوه ما بحب انه مثلا اي زول يعرف عني اي حاجه كده يعني. طيب لا ما بنمشي انت بتجيب مشاكل كده. قبل ما نمشي كده معز داير نسمع يعني الاغنيه الثانيه لمنو؟ لاحمد الصادق
كجونكا الكجونكا كجونكات كجونكات لكن الطاقه دي من ده علاقه محمد الصايغ الطاقه حقت نور الجيلاني نور الجيلاني. كم قالوا كده ها والله ما اول مره يقولوا لي الكلام ده كويس لكن للاسف ما غنيت له الاغنيه لازم تغني له يعني ان شاء الله يوم من الايام نسمع واحده من اغاني احمد الصادق يا حنين طول غيابك يا حنين طول غيابك. بس استرليني دارينك تحكي لنا موقف طريف مر بك في حياتك اثناء مسيرتك الفنيه. والله موقف يعني طريف كانت في كاسينو بعد ما جيت من اسمه شنو من الخرطوم. خنيت في اسمه شنو حفلة الإكس. ايوه الإكس يعني
نعم ايوه واضحه لنا. والله يا كان شعور كده يعني محبط انه انت تغني، لكن انا تجاوزت الموضوع يعني كان ما زوجة عجبني. يعني؟ اي زوجة. ما هي ما في بالك ده، دي واحدة بس كانت كده يعني بفرق عرفت؟ ما مشكله ما أيوة. مشكله. طيب في ختام هذه الحلقه دايرين انك تختم لنا باغنيه جميله ونهديها للناس اللي بيشاهدونا. نهديها لأبو عمار يا أخي. لا عشان قاعد اصور. يستاهل يا أخي، الزول ده جميل جدا يعني. حبيبي يا اخي. الله يحييه، تحية والتقدير له. ان شاء الله باذن الله. نسمع شنو؟ اسمه العجب حبيبي، نعم. داني تحية. يبقى عمار حبيبي اداني تحيه. يا طوال ما في مشكلة. والله دي كان مشهد كامل كنت ريحتنا والله. لكل المشاهدين على أمل نلتقي في حلقات أخرى ومع مبدع من مدينة كاس في سهرتي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حنلتقي مع فنان جديد، ونذكر إنه هذه الحلقات برعاية استديوهات أنغام. شكرا جزيلا. اداني تحية، اداني تحية، اداني تحية، اداني تحية، دموع عسى